عارف يعني ايه القلق من بكرة بيستهلك طاقتنا كلها؟ بس الحقيقة بكرة في ايدين يسوع. تخيل انك تدخل نفق ضلمة والدنيا ساكتة ومفيش اي نور باين في اخره. كل خطوة بتاخدها قلبك بيدق اسرع ودماغك شغالة 24 ساعة. هلاقي شغل؟ هكمل في العلاقة دي؟ هو انا اصلا ماشي صح؟ طب لو بكرة جاب لي خبر وحش؟ بس عايزة اقولك على حاجة، احيانا اللي احنا بنسميه مجهول ربنا بيسميه مخزن مفاجآت حلوة. مش كل باب مقفول معناه نهاية، ومش كل كلمة ضلمة معناها غياب النور. في ضلمة القبر يسوع قام بالنور، وفي ضلمة الخوف يسوع بيهمس لك ويقول لك لا تخف لأني معك. لما بنت صغيرة كان اسمها نادين، لما خلصت الكلية بتاعتها كانت نفسها تشتغل على طول، بس كل باب كانت بتدق عليه كان بيتقفل في وشها. 3 سنين قلق، دموع، خيبة أمل. الكل بيقول لها لسه مش لاقية شغل. طيب بتعملي ايه؟ وكان السؤال اللي بيقتلها كل يوم هي بتقول لنفسها هو ربنا نسيني؟ بس في ليلة وهي بتعيط فتحت الكتاب المقدس وقعت عينيها على الآية دي: مبارك الرجل الذي يتوكل على الرب وكان الرب متكله. فضلت تعيط وتقول يا رب أنا مش شايفة حاجة، بس أنا مصدقة إنك ماسك بكرة. وتاني يوم جالها تليفون من شركة كانت مقدمة فيها من 2 سنين ونسيت. والنهاردة نادين مش بس شغالة، دي بتقول أنا اتعلمت إن القلق عمره ما جه من ربنا، ده بيجي لما أنا أبعد عن نظره. صلي له من كل قلبك وقول له يا رب يسوع أنا تعبت من التفكير، كل يوم أصحى على 1000 سؤال وأنام على 1,000,000 احتمال، بس أنت عارف كل حاجة وعارفني أنا كمان. خليني أصدق إنك قبلي في بكرة، وإني مش هقبل لحظة إلا وإنت فيها قبلي. وطمن قلبي واديني سلامك اللي فوق كل عقل. لو بتحس ان القلق شاغل دماغك ومنعك تعيش، اكتب لي في التعليقات انا هسيب بكره في ايدين يسوع. واحفظ الفيديو ده عندك، يمكن تحتاج ترجع له وقت الخوف، وشاركه مع حد متوتر يمكن يكون ده صوت ربنا ليه. القلق من المجهول، يسوع شايلك وبيمهد لك الطريق. الإيمان مش إنك تبقى عارف، الإيمان إنك تبقى واثق. في فرق كبير بين إنك تعرف اللي هيحصل وإنك تثق في اللي هيحصل حتى لو معرفتوش. القلق دايما بيقولك طب وبعدين، ولكن الإيمان بيرد عليه ويقول أنا مش لوحدي، ربنا معايا. صدقني لو ربنا كشف لك كل تفصيلة قبل ما تحصل كنت هتعيش في رعب مش في سلام، لأنك مش هتبقى شايف الرحمة اللي في التأخير، ولا الحكمة اللي في الرفض، ولا المعجزة المستخبية في الانتظار. خليني أقول لك حاجة مهمة، يسوع مش بيمشيك الطريق علشان تخاف، يسوع بيمشيك عشان توصل. كان فيه بنت اسمها إيفا، كانت في تانية جامعة، جت لها فرصة سفر أمريكا منحة، بس هي كانت خايفة جدا وقالت أنا معرفش حد هناك، هسيب أهلي، أنا أصلا مش عارفة هستحمل الغربة ولا لأ. والدتها قالت لها كلمة واحدة بس، كلمة قلبت كل تفكيرها: يا بنتي لو ربنا هو اللي فاتح الباب مين انتي علشان تقفليه؟ إيفا سافرت، وفي أول أسبوع كانت بتحس بوحدة رهيبة، بس في يوم دخلت كنيسة هناك بالصدفة، وطلعت الكنيسة دي سبب في إنها تتغير من جواها. اللي كانت فاكراها وحدة طلعت خلوة من ربنا، واللي كانت فاكراه مجهول طلع هو نفسه المعروف اللي بيحضره لها ربنا. لأني الآية بتقول كفايتك مش فيك، كفايتك فيه، لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. يعني باختصار ربنا مش بيفكر زيي وزيك، هو شايف الصورة كلها مش اللقطة اللي احنا واقفين عندها. صلي له من كل قلبك: يا رب أنا مش عايز أعرف كل حاجة، أنا عايز أبقى في حضنك. لو الطريق ضلمة كفاية نورك، ولو بكرة غامض كفاية صوتك يقول لي أنا معاك. اديني نعمة الإيمان في قلب مش فاهم بس مصدق. لو بتحس انك تايه في الطريق الضلمة اكتب لي في التعليقات انا مش ماشي لوحدي، يسوع معايا. واحفظ الفيديو ده عندك علشان تفتكر كل مرة القلق يهاجمك فيها ان يسوع معاك، وشاركه مع حد حاسس انه داخل على مجهول. القلق من المجهول، يسوع شايلك وبيمهد لك الطريق. ليه ربنا بيسيبنا نستنى؟ وليه المجهول ساعات بيطول؟ اوقات كتير بنسأل ليه ربنا مش بيرد؟ ليه بتسكت؟ هو أنا مش غالي عندك؟ بس بصراحة في فرق بين إن ربنا بيغيب عنك الاستجابة، وبين إنه يغيب عنك حضوره، لأن حتى في سكوته هو شغال، حتى في انتظاري هو بيحضر، حتى في المجهول هو بيرتب المعلوم. ربنا مش بيلعب معاك لعبة استغماية، هو بيعمل في الخفاء.
علشان يظهر لك مجده قدام. الانتظار مش تأخير، الانتظار تدريب. مش دايما ربنا بيقول لك اتفضل على طول، ساعات بيقول لك اقعد شوية علشان الكرسي اللي جايلك كبير عليك دلوقتي. ريهام كانت بتحب شاب من سنين، قصة حب كملت أكتر من 6 سنين، وكل الناس كانوا فاكرين إنهم هيتجوزوا، ولكن فجأة العلاقة خلصت وهو قرر يمشي وهي انهارت. وكل اللي حواليها بيقولوا يمكن ربنا بيجهز لك الأفضل، وهي كانت بتقول هو فين الأحسن في كسر القلب. عدت سنين وفي مؤتمر كنسي قابلت شخص بسيط جدا بس قلبه مليان بالمسيح، حبها من أول مرة، ولما اتجوزوا قالت أنا كنت مستنية راجل بس ربنا جه واداني كاهن للبيت. الانتظار ما كانش ضياع، الانتظار كان إعداد، والمجهول طلع هو اللي ربنا كان كاتبه بخط إيده. آية النهاردة بتقول الرب صالح للذين يترجونه، للنفس التي تطلبه جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب. يعني بالعربي كده اللي بيستنوا الرب مش بيضيعوا وقتهم، دول بيستثمروا في خطة سماوية. صلي له وقول له يا يسوع أنا ضعيف والانتظار بيكسرني، وكل يوم بيعدي أنا مش شايف غير أسئلة، بس علمني استنى زي الطفل اللي واثق إن أبوه مش هينساه. خليني لما أتأخر ما أقولش ربنا أتأخر، ولكن أقول لسه المشهد ما خلصش. أمين. لو بقالك كتير بتستنى ومش شايف حاجة اكتب لي أنا مستنيك يا يسوع. ولو طال الانتظار احفظ الفيديو ده علشان تفتكر في كل مرة تحس إنك اتأخرت، وابعته لحد بيمر بفترة صمت من ربنا. إزاي أعرف إن اللي جاي من ربنا مش مجرد وهم؟ السؤال اللي بيسألوه ناس كتير، هو اللي أنا مستنيه ده من ربنا ولا من عقلي ولا من قلبي ولا من الخوف؟ عارفين القلق بيحب يعمل كده، يخلينا نشك في كل خطوة ونفتش في كل علامة ونحلل كل إحساس. ساعات نضيع جوه نفسنا وننسى صوت ربنا، بس ربنا مش بيكلمنا في الزحمة، بيكلمنا لما نهدى، ومش بيسيب ولاده يكتشفوا الطريق لوحدهم، ده بيمشي قدامهم خطوة بخطوة. علامات ربنا مش دايما واضحة في الأول، بس بعدين بنبص ورا ونقول ده كان إيده مش صدفة. شاب كان ماجد وخاطب بنت جميلة جدا وطيبة، وكل الناس كانت بتشكر فيهم كقابل مثالي، بس جواه كان في حاجة مش مريحة. في كل صلاة يحس بضيق، وفي كل خطوة الباب يتقفل. رغم كده استمر لحد ما في يوم راح الكنيسة لوحده وقعد مع أبونا، وأبونا جاء قال له جملة بسيطة، لما ربنا يقول لأ مش معناها كره، معناها حماية. ماجد أخذ القرار الصعب وفسخ الخطوبة، وبعدها بسنة قابل بنت مختلفة تماما، بس كانت شريكة صلاة وخدمة وهدف. ودلوقتي بيقول أنا ما كنتش بفهم خطة ربنا، بس كنت بسمع صوته، وده اللي أنقذني. الآية بتقول اسألوا هو يجاوبك بطريقته، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. مش معنى إنك مش سامع صوت إنه مش بيكلمك، يمكن بيكلمك في الباب اللي مقفول، أو الراحة اللي مش موجودة، أو الناس اللي بيبعدوا فجأة. يسوع بيتكلم بلغات كتير أهمها السلام. قول له من كل قلبك يا يسوع أنا مش عايز أمشي ورا قلبي بس ولا ورا صوتي العالي، أنا عايز أمشي وراك حتى لو الطريق عكسك، لو كنت عكس اللي كنت متوقعه. لو الحاجة دي مش منك اقفلها يا رب حتى لو تعبت، ولو منك ثبت خطواتي واديني سلامك اللي مفيش وهم يعرف يقلده. أمين يا رب. لو في حاجة نفسك تعرف أو تعرفي هل دي من ربنا ولا لأ اكتب لي في التعليقات. يا رب لو منك ثبتني، ولو مش منك ابعدني. واحفظ الفيديو ده عشان تفتكر الكلام ده وقت الحيرة، وابعته أو ابعتيه لحد بيسأل كتير هو ده من ربنا ولا لأ. لو انت مش مستعد، ليه ربنا بيجهز لي حاجات كبيرة؟ مرات كتيرة بنقف قدام فرص كبيرة ونقول أنا مش قد ده، أنا مش جاهز لده، ده كتير عليا. ولكن السؤال بيكون الحقيقي مش هل أنت مستعد، السؤال هو هل ربنا شايفني نافع؟ لأن في الحقيقة يسوع مش بيدور على الناس الجاهزة، ده بيدور على الناس المستعدة تتغير بإيده. في فرق كبير جدا بين الاستحقاق والاختيار. موسى كان بيتلعثم في الكلام وربنا اختاره يوجهه لفرعون. جدعون كان مستخبي في المعصرة وربنا ناداه يا جبار البأس. يعني ببساطة ربنا بيشوف فينا اللي احنا نفسنا مش شايفينه. داليا كانت بنت كل ما تبص في المراية تقول أنا مش حلوة، أنا مش شاطرة، أنا محدش هيحبني. وفي الشغل دايما كانت ساكتة، وفي الخدمة بتقف ورا، وفي حياتها الروحية بتحس إنها أقل من الكل. بس في مرة راحت مؤتمر شباب والمتكلم قال جملة غيرت جواها كل حاجة. اللي بتسميه ضعف ربنا ممكن يستخدمه قوة. ومن يومها بدأت تطلب من يسوع يستخدمها، وبدأت تشارك شهادتها وتخدم البنات اللي كانوا
بيعدوا بنفس سرعها. والنهاردة بقت تقول في كل لقاء أنا مش كاملة بس في إيدين يسوع أنا مؤثرة. الذي ابتدى فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. ربنا مش بيبتدي معاك خطوة ويسيبك في النص، هو عارف ضعفك وبيشتغل عليه، وعارف خوفك وبيطمنك، وعارف قلة استعدادك، بس شايف الاستعداد اللي جواك وعايز يمشيك عليه. قول له من قلبك يا رب أنا حاسس إنه قليل، حاسس إني مش قد اللي أنت محضره، بس علمني أصدق نظرتك ليا مش نظرتي لنفسي. اشتغل فيا واشتغل بيا، خليني أكون آلة بسيطة بس في ايدين المعلم الكبير. اكتب لي في التعليقات يا رب جهزني علشان اعيش دعوتك، واحفظ الفيديو ده علشان تفتكره في كل مرة الخوف يقولك انك مش قدها. وابعته لحد بيقلل من نفسه ويمكن يكون ده صوت ربنا ليه. ليه أوقات بنبقى شايفين الطريق وربنا بيقفل الباب فجأة؟ أوقات كتير نكون ماشيين في طريق وحاسين إنه واضح، حاسين إنه أخيرا النور ظهر، وفجأة الباب يتقفل والدنيا ترجع ضلمة، ونقف محتارين ونقول ليه يا رب؟ مش أنت اللي فتحت الباب ده؟ مش أنا كنت بصلي؟ مش الناس كانت بتأكد لي إن ده الطريق؟ ولكن تعالى نرجع كده، هو أنت بتدور على الباب ولا على صاحب الباب؟ اللي يمشي ورا الطريق ممكن يضيع، ولكن اللي يمشي ورا يسوع حتى ولو الطريق اتقفل هيمشي على المية وهو مطمن. ربنا مش بيفاجئك علشان يتعبك، هو بيغير الخطة علشان يحميك من خطة تانية فيها وجع، أو يوصلك لمكان عمرك ما كنت هتختاره لوحدك. أمير كان حاطط كل أماله إنه يسافر بعثة دراسية، قدم ورقه واشتغل على نفسه سنين وكان واثق إنها فرصته، ولما جت النتيجة نعتذر لم يتم قبولك. وقع عليه الخبر زي الصاعقة واختفى من الناس ودخل في دوامة شك في كل حاجة، وكان بيسأل ربنا هو أنت لسه بتحبني؟ بس اللي أمير ما كانش يعرفه إن في نفس الوقت ده الرفض فيه شركة دولية فتحت فرع في بلده وبعتت له عرض شغل نفس التخصص نفس الراتب اللي كان بيتمناه، بس من غير غربة ومن غير وجع ومن غير ألم ومن غير ما يبعد عن أهله. وبعدها بشهور أمير كتب على صفحته اللي أنا كنت فاكره خسارة طلع رحمة كبيرة مغلفة بحزن مؤقت، لأنه إن أغلق أحد لا يفتح وإن فتح لا يغلق. يعني اللي ربنا يقفله محدش يفتحه واللي يفتحه محدش يمنعه. مش كل باب مفتوح من ربنا ولا كل باب مقفول ضدك. المفتاح الحقيقي هو سلامك الداخلي مش شكل الباب. صلي له وقول له يا رب أنا ساعات بعيط لما يتقفل الباب وأحس إنك بعت، بس اديني أشوف إيدك حتى في القفل وأصدق إنك بتوجهني ومش بتعاقبني. علمني أقول لتكن مشيئتك حتى لما أكون مش فاهم. افتح لي بس الأبواب اللي هتقربني منك حتى لو كانت مش على مزاجي. لو عدى عليك باب واتحرمت منه فاكر لحد النهاردة، اكتب لي أنا واثق إن القفل كان رحمة من ربنا، واحفظ الفيديو ده عندك عشان تفتكره لو قابلت باب تاني مقفول، وابعته لحد واقف قدام قرار مهم ومش شايف غير إن الطريق ضايع. فيه ناس بيبقى عندهم أحلام كبيرة ونفوسها مليانة شغف، ولكن أول ما يبدأوا خطوة تحصل حاجة غريبة، الخوف يشلهم، والخوف من الغلط، الخوف من كلام الناس، الخوف من الإحراج، الخوف من الجملة اللي بتهد النفس. ما انت فشلت قبل كده، بس عايزك تسألي نفسك النهاردة سؤال بسيط: هل الفشل اللي فات كان نهاية ولا درس ولا بداية للي بعده؟ اللي يخاف من الفشل عمره ما هيشوف النجاح، لأن حتى يسوع نفسه الناس افتكروا إنه فشل لما اتصلب، بس في اليوم الثالث الموت اتحول لنصرة. ليلى كانت بنت بتحلم تبدأ مشروع صغير، عملت دراسة جدوى واستلفت مبلغ كبير وفتحت محل ورد في منطقة شعبية. الناس قالت لها مين هيشتري منك ورد هنا؟ الناس بتشتري عيش بالعافية. ولكن كانت مصدقة حلمها، وللأسف بعد 8 شهور اضطرت تقفل، والخسارة كانت كبيرة ودخلت في اكتئاب. وكل ما تيجي تبدأ حاجة جديدة الخوف يشدها لورا. بس بعد سنة وفي وقت خلوة ربنا قال لها في قلبها جملة واحدة: لو بتقيس النجاح بالربح هتفشلي، بس لو بتقيسيه بالطاعة هتنجحي. قامت وقدمت ورقها في دورة تصميم داخلي، اتعلمت وبدأت تنسق ورد في أفراح، وبقى عندها براند باسمها النهاردة اسمه نسمة. وليلى النهاردة بتقول أنا فشلت قدام الناس بس كنت بكسب علاقة حقيقية مع ربنا. الآية بتقول لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم وإن جلست في الضلمة فالرب نور لي. الفشل مش عيب، العيب إنك تستسلم أو تستسلمي وتنسى أو تنسي إننا أولاد الملك، وكل سقطة هي درجة في سلم النعمة. من كل قلبك قول له يا ربي أنا ساعات ببقى عايز أبدأ بس رجلي بتترعش وقلبي بيتهته في نفس الوجع وبيتألم،
وخايف لحسن يتكرر معايا تاني، بس انت قلتها انا معكم كل الايام مش يوم واحد. يعني حتى في لحظات الفشل انت جنبي، اديني ابدأ حتى ولو انا خايف، اسندني لما اضعف، طمني اني في حضنك مش في خطر. امين. لو في حاجة نفسك تبدأها أو تبدأيها بس الخوف منعك، اكتبي لي في التعليقات يا رب اديني أبدأ وانت تكمل. احفظي الفيديو ده علشان تفتكريه في كل مرة الخوف يوقفك، وبعتيه لحد شايفة في حلم بس مش عارف يبتديه. أمين. ربنا معايا ومعاكم ويسندنا. أمين.